بالنسبه للناس اللي عندهم غوزاسي شنو هو الكريم المفضل او لا المضاد لهاد الورديه هذه. احسن افضل كريم يعني هذه سطروا عليها لحد الان لحد هاد الساعه هذه. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتوما لاباس؟ كنتمنى وانتوما كتشاهدوا قناه حنان طيبي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. قبل ما نبدا لا فيديو ما تنساوش انكم ديروا لي لايك. شوفوا البنات يعني كاع اللي كيشاهد قناه حنان طيبي داك اللايك اللي كديروا هو مجرد اننا كندعموا القناه باش تزيد اكثر واكثر. يعني داك لايك غير باش الناس تكون الناس يشوفوا لا فيديو ديالي يشوفوه الناس بزاف. هادشي علاش كنطلب منكم هذاك اللايك. اللي دار لايك مرحبا تنقول له شكرا، واللي ما دارش لايك كذلك كنقول ليه شكرا. المهم لا فيديو ديال اليوم البنات غادي نهضر لكم على الورديه. موضوع ديال اليوم ديال لا غوزا سي. غادي نعرفوا شنو هي الورديه، شنو هما الاسباب، شنو المكونات اللي ما خاصناش يكونوا في الكريمات باش نستعملوهم حنا فينا الورديه، شنو هو الكريم المفضل او لا المضاد للورديه والواقي الشمسي وكذلك المنظف. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في هذا لا فيديو هذا. بعدا نعرفوا شنو هي الورديه. الورديه هي مرض، هو مرض مزمن، ولكن هذا المرض هذا ما كيعاديش. وكيفاش هذا المرض مزمن؟ هذا المرض هذا كيكونوا عندنا دي روجور هنا اولا احمرار كيكون عندنا هنا في البشره ديالنا. هذيك هي اللي سميتها الورديه اولا لا غوزاسي. ديجا البنات كنت هضرت لكم على هاد الورديه، وبزاف ديال الناس اللي يكونوا يلا دخلوا جداد عاوتاني سولوني عليها، فجيت انني نعاود نهضر لكم عليها مره اخرى. غير هو غادي يكون بطبيعه الحال بالجديد اللي هما الروتينات اليوميه اللي نقدروا ناخذوهم في هذا المرض هذا. دونك هذا المرض هذا كما قلنا ما كيعاديش، وهذا المرض ديال الورديه كيجي للنساء اكثر من الرجال. علاش؟ بسبب التغيرات الهرمونات اللي كتكون عند النساء بسبب الحمل. كاينه المراه فاش كتكون حامل كتجيها هاد لا غوزاسي ولا هاد الورديه هذه وكتبقى معها، يعني كتجيها فاش كتكون حامله وكتبقى معها ديما. دونك هذه من ناحيه اخرى كاينين الناس عاوتاني اللي تكون عندهم بشره بيضه بزاف، حتى هما كيقدروا يتعرضوا لهاد الورديه هذه او لا غوزاسي. هاد الورديه كيفاش كتجي؟ هي راه كتجي بالتدريج، راه ماشي كتجي كتنعسي تفيقي تلقاي فيك الورديه، لا، هي كتجي تدريجيا. اولا كيفاش تدريجيا؟ في المرحله الاولى كتكون عباره عن احمرار خفيف، كتكوني مثلا خارجه تحت الشمس ولا غادا للبحر ولا للسوق ولا المهم حنا غاداو الشمس على راسك، كتلقاي واحد الحموريه كحمار ولا كحناك، كتلقاي ديك الحموريه كاينه عندك في الحناك اولا في الحمام اولا في بزاف ديال الحوايج. هذاك الاحمرار كنسميوه احمرار خفيف. يعني مع المده الا ما عقتيش وما تريتيتيش يعني ما عالجتيش، مع المده شنو كيتكون الى احمرار ثابت، ما تيبقاش خفيف، كتولي ديك الحموريه لاصقه عندنا هنايا في الحناك، تقدر دوز النيف، تقدر دوز لك العين، تقدر دوز بزاف ديال البلايص. علاش؟ حيت ما ديتيهاش فيها وما عالجتيهاش. منهم انا تعرفوا بانني عندي بشره جافه، ويعني نعطيكم مثال بشره جافه وبشره حساسه. انا البشره ديالي جد حساسه. اون فوا يعني مشيت شي بلاصه سخونه اولا للشمس اولا هذا ولا الطوموبيل اللي كانت سخونه بزاف وشاده الطريق طويله كيوليو حناكي حمرين. ولكن يعني انا حاضياهم، يعني بكثرت ما كندير الكريمات الواقي الشمسي بزاف ديال الحوايج انا غنطرق لكم ليها في هذا لا فيديو هذا. بهذا الشكل هذا ما خليتهاش تطور الى ورديه، ولا كنت ما نديهاش فيها ولا بزاف ندير دوك الممنوعات. يعني دوك الممنوعات اللي ما خاصنيش نديرهم نكون كنديرهم في لابو ديالي، فكونوا على اكيد كون دابا راه عندي جوج حموريات. يعني الحموريه هنا ما كتحيدش من البشره. هذاك الشيء علاش تنقول لكم ديما خاصكم تهلاو في البشره ديالكم، يعني نردوا ليها البال قبل ما يفوت الاوان. يعني قبل ما يفوت الفوت عاد نبقاو نخسروا فلوسنا باش نرجعوا البشره ديالنا كي كانت في الاول. المهم نخليوها اننا عندنا حموريه بزاف. دابا واخا الناس يعني هاد السيده ولا الناس اللي عندهم ديك الحموريه بزاف في البشره ديالهم كيفاش غادي يديروا وشنو الحوايج اللي ما خصهمش يديروا باش يحافظوا عليها. نعطيكم واحد الهضره اونتر بارونتيز ولا واحد الكلمه ولا الجمله ولا حسبوها كما بغيتوا، ان هاد الورديه راه ما كتحيدش ولكن ما كتخليهاش تزيد تهيج اكثر واكثر. يعني كديري ليها ستوب، كتحبسيها تما وكتعايشي مع المرض. هادشي اللي نقدر نقول لك يا اختي العزيزه.
كتعيشي مع المرض. بالنسبه للناس اللي عندهم ديك الورديه في الحناك ديالهم، كيفاش شنو يمكن لهم انه يستعملوا؟ اولا شنو هما الممنوعات اللي ما خاصهاش تطوف بهم؟ هو انها تمشى تحت الاشعه ديال الشمس، يعني السخونيه بزاف راه ما خاصهاش تمشي تحت منها، حيت اوتوماتيكمون السخونيه كتهيج، كيكونوا التهابات البشره ديالنا. الحمام سخون اولا السونا ممنوعه نهائيا الناس اللي عندهم الورديه. حتى بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه، وكما قلت لكم اللي منهم انا، كثرت البلاصه كتكون سخونه كطلع ليا لي روجور اولا الحموريه للبشره ديالي، راه ما خاصنيش كذلك السونا واشعه الشمس الى ذلك. الناس اللي كياكلوا الحار بزاف، يعني كثر داك راه انت ما فيك لا ورديه لا والو، لا كليتي الحار بزاف راه كتطلع واحد الحراره كتحسي بها في لابو ديالك، يعني في الجسم ديالك كله وفي لابو ديالك. والحرور وداك الحرور مع الورديه راه كتخرجي بطبيعه الحال على البشره ديالك. كذلك الطقس البارد، داك البروده بزاف، داك الريح البارد اللي كيكون كيضرب البشره، حتى هو خصنا نحاولوا اننا ايفيتيو. اما كنا ضروري خصنا نخرجوا، اما نديروا شي شال على وجهنا ولا هذا، راه ما عندنا ما نديروا، راه ضروري من هاد الحوايج هادو من الممنوعات اللي ما خاصناش نطفوا بهم. دابا غادي نشوفوا من جهه اخرى بالنسبه للكريمات. يعني ملي كتمشي لاباغا ولا لا فارماسي كتبغي تاخدي شي كريم كتعطيه لك السيده اللي كاينه تما، انت ملي تعطيك هذيك لا كريم، مثلا عطاتني مثلا هاد لا كريم، كيخاصني نشوف لي زانغريديون ديالهم فين هما. ها هما هادو اللي كاينين هنايا، خصني نقراهم شنا هما هاد المكونات اللي ما خصهمش يكونوا في هاد الكريمات. وانا فيا لا غوزاسي ولا انا فيا ورديه. اول حاجه البنات هو الكول ممنوع انه يكون في هاد لا كريم. ثاني حاجه السيليكون، ما خاصش يكون السيليكون في هاد لا كريم. كذلك شنو ما خاصش يكون؟ ما خاصش يكون البارفان اللي هو العطر، حتى هو ما خاصش يكون عندنا في الكريمات. ولو هاد لا كريم يكون صالح للبشره الحساسه، يكون فيه لا غوزاسي، يكون ما عرفت شحال كيدير، يفو يكون فيه العطر، راه ممنوع نهائيا البشره اللي كتكون فيها لا غوزاسي او لا ورديه. كذلك عندنا لاسيد لاكتيك ولاسيد غليكوليك. ديجا هاد المكونات كنت هضرت لكم عليها، حتى هما بالنسبه للناس اللي فيهم ورديه ما خاصهاش تكون. وكذلك واحد المكون اللي بصراحه عزيز عليا بزاف، كيعجبني هذا المكون يكون في الكريمات اللي كناخذ، وكيكون في لاغام سيرافي، تيكون في اوسيرين كامله فيها هاد المكون اللي هو لوريا. هاد لوريا هذا هو مكون اللي هو زوين، هو تيرطب لنا البشره ديالنا، كيعطينا واحد الباريير البشره ديالنا، البشره اللي كتكون جافه وكثيره الجفاف. ولكن هذا المكون غير صالح للناس اللي عندهم الورديه او للناس اللي عندهم الاحمرار الثابت في البشره ديالهم. دونك هاد لوري هذا اولا هاد لوريا هذه حتى هي ما خصكمش تاخذوها نهائيا. يعني عطيتكم هاد المكونات اللي هي الكول، البارفان، السيليكون، لاسيد غليكوليك ولاسيد لاكتيك. هادو ما خاصهمش يكونوا عندنا في الكريمات اللي نقدروا نستعملوها الورديه بطبيعه الحال. حتى الكوماج اولا المقشرات كما بغات تكون، سواء تشريها من لاباغا ولا من الفارماسي اولا تصايبيها كوصفه في البيت ديالك. المقشر كما بغى يكون البنات ممنوع منعا كليا انك ديريه في البشره ديالك وانت كتعاني من الورديه اولا من الاحمرار اولا من لا غوزاسي، كما بغات تكون. حتى بالنسبه غير هذا كوطون ديسك، الا ما كانش شي قطن اللي رطب وزوين انك تمسحي به، راه الا كان شويه حرج اون فوا كتديري ان ديماكيون مثلا، راه عندنا ديجا هاد غوزا كاب هذا ديال كابيديرما، راه هذا راه اونتي روجور جيل ديرمو نيتوايون ديماكيون. ديجا وريت لكم ماشي مره ماشي جوج. مثلا غير هاد الديماكيون تقولي بلا ما نغسل وجهي ندير ان ديماكيون، القطن خاصو يكون رطب. الا ما كانش القطن رطب راه كتزيدي كتهيجي البشره ديالك، حيت البشره ملي كتكون فيها لا غوزاسي ولا ديك الحموريه راه صعيب خاصك تحاولي انك تعاملي معها، راه بحال كتعاملي مع شي بيبي كتخافي داك البيبي انه يطيح لك، راه بحال هكا كتحاولي انك تعاملي معها بشويه وبالخطر وهذا، باش ما كتهيجيهاش. راه اين فوا ديري غير بحال هكا، انت ديري يدك بحال هكا كتحسي بها سخنات، كتحسي بواحد واحد الحركه بحال هكا كتحسي بالسخونيه، وراه دونك حتى هكا الحناك ديالك راه اين فوا ديري لها بحال هكا طلع ديك كتزيدي كتهيجي ديك السخونيه. دونك شنو هو المعمول؟
ها انتم من الجهه الاولى بالنسبه للناس اللي عندهم غير داك الاحمرار خفيف، ماشي داك الاحمرار اللي ثابت في البشره، شنو هما الكريمات اللي يقدروا يستعملوا البشره ديالهم؟ يقدروا ياخذوا ديال لا غام بيوديرما كريالين توليرانس بلس، غنخلي لكم هنايا في الشاشه. هاد لا كريم هي عباره عن ترطيب للبشره، وكذلك انها كتحافظ لينا على البشره من ديك الحموريه اللي كتكون خفيفه. تحاولي انك تزربي عليها قبل ما تزرب عليك باش ما تطلعلكش ديك الحموريه وتحول الى ورديه. كذلك لا غام اس في ار سونسيفين كامله، بما فيها ديرمو نيتوايون، بما فيها الواقي الشمسي، بما فيها لي كريم ديال هذه السونسيفين، حتى هما غزالين للبشره اللي كتكون فيها احمرار خفيف. يعني فيما كتكون شي سخونيه ولا هكا كيطلعوا لك داك لي روجور، كتقدري تاخدي هاد الكريمات هادو. بالنسبه للناس اللي عندهم ورديه، بالنسبه للناس اللي عندهم غوزاسي، شنو هو الكريم المفضل او لا المضاد لهاد الورديه هذه؟ احسن افضل كريم، يعني هذه سطروا عليها لحد الان، يعني لحد هاد الساعه هذه افضل كريم هو ديال لاغام ايزيس فارما، اللي غنخليه لكم هنا على الشاشه، اللي سميتو ميترو روبوريل. هاد لا كريم هادي غزاله 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 البنات، البشره اللي كتكون فيها ورديه. علاش زوينه وعلاش قلت لكم افضل كريم اللي صالح للورديه؟ حيت كيحتوي على مكون الحمض الازيليك، وهذا الازيليك هذا هو مضاد للبكتيريا ومضاد للميكروبات، وكذلك مضاد للالتهابات، وهو عنده نسبة ديال 15% من حمض اللازيليك. وهذا الحمض اللازيليك هو كما قلت لكم صالح للورديه، صالح لحب الشباب، صالح للبقع الداكنه، كذلك هو كيقاوم الحب الشباب في البشره. راه حتى ديك الورديه وتكونوا فيها حبيبات حمرين، مزيان ليها هذا لو برودوي. علاش قلت لكم هذا لو برودوي زوين؟ كنعاود نقولها لكم، حيت هو كيحتوي على 15% من حامض الازيليك. دونك ميترو ريبوريل شي حاجه اللي زوينه للبشره. دونك ها لا كريم، هاد لا كريم هضرنا عليه. نشوفوا شنو يمكن اننا نستعملو كمنظف للبشره. غادي نختار لكم ديال لا غام اس في ار سيكافيت بلس جيل موسون. هاد لو جيل هذا يعني ماشي هو توب، كاين بزاف، كاين في سانسيفين، كاين في بيوديرما، كاينين بزاف ديال المنظف، مي انا فضلت هاد سيكافيت بلس جيل موسون. هو صالح للعائله كامله، يعني لي بيبي اللي عندك الدراري الصغار في الدار، الكبير للصغير لكل شيء. وهو الترا دو، يعني صالح للبشره اللي كتكون فيها لا غوزاسي ولا الورديه، او حتى البشره اللي كتكون حساسه. دونك هذا المنظف مزيان انك تغسلي به وتستعملي ميترو ريبوريل ديالك في الصباح وفي العشيه. غادي يبقى لينا الواقي الشمسي. شمن واقي شمسي يمكننا نستعملو من بعد ما درنا المنظف ودرنا المرطب بطبيعه الحال؟ غادي نختار لكم ديال اورياج باريسان مينيرال. الناس اللي عندهم ورديه او الناس اللي عندهم لا غوزاسي ولا حمرار بطبيعه الحال، ديما خذوا الواقي الشمسي اللي تيكون مينيرال، هو تيبقى من الاحسن. نتوما شوفوا شنو بتبغيو تختاروا، ولكن بالنسبه لي كيبقى من الاحسن اللي تيكونوا مينيرال، هما اللي تيكونوا مهم صالحين البشره اللي كتكون عندها ورديه، باش ما كان كيبقاو حسن من الواقيات الشمسيه الاخرى اللي هما تيكونوا مينيرال. واهم حاجه هي المياه الحراريه اللي تكون عندك في الصاك ديالك بطبيعه الحال، هذه بدون نقاش. راه شتي راه هذا المرض الورديه الا كتعاني منه راه غادي تعرفي علاش كنهضر. هو راه صعيب بزاف وما يمكنش تخلي وجهك بحال هكاك عاوتاني تيولي لك حالته حاله. دونك هذاك لو تيرمال علاش كتستعمليه؟ باش كيحاول انه كيابيز لك لابو، كيحاول انه كيبرد، كيحاول انه كتحسي بشويه البروده. كل ما في بلاصه فيها درجه الحراره مرتفعه كتحاولي تبرديه بداك لو تيرمال. بالنسبه لو تيرمال تقدري تاخدي ديال اورياج، تقدري تاخدي ديال لا روش بوزي، وكذلك تقدري تاخدي ديال افيك. البنات كنتمنى انني نكون جاوبتكم على جميع الاسئله ديالكم. كنتمنى هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منه بزاف. اي تساؤل ولا اي حاجه طاحت لكم في البال ديالكم كتخص اننا نستافدوا منها جميع، مرحبا. وما تنساوش انكم ديروا لي لايك لا فيديو باش تدعموا لي قناه حنان طيبي. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.